اللي أنا عم بشوفه أنه هو يعني دوري جدا قوي. كفراستي شو هو مشروعك في كرة القدم السورية؟ نحن لازم نهتم بالفئات العمرية بشكل كتير كبير على مستوى سوريا. هذا الشيء اللي عم بصير تتحمل نتيجته الأندية اللي هي أصرت على موضوع الذهاب والإياب. هو في قرار بهبوط أربع أندية، في وعود من الاتحاد الدولي إن شاء الله برفع الحظر على المنتخب السوري. قبل أقل من عام حبست الأنفاس قبيل انتخابات اتحاد كرة القدم 2011. أبصر الاتحاد النور كأول اتحاد كرة قدم سوري ما بعد سقوط النظام البائد. ناس كتير تأملت خير بهذا الاتحاد وناس كتير تشائمت. لنقلب صفحات اتحاد كرة القدم السوري. ببودكاست اليوم معنا الكابتن فراس تيت رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم. سبورت ويف وحلقة جديدة. أهلا وسهلا فيكم كابتن فراس، يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير أستاذ فادي، يعطيك العافية. كابتن فراس، خلينا نبدأ ببطاقة تعريفية عن الكابتن فراس تيت. مين هو وشو تاريخه الرياضي والكروي؟ طبعا فراس تيت حدا كتير بسيط، من ولد بحارة شعبية، محب للجميع. هو طبعا لاعب كرة قدم، كافح كتير لحتى يكون حدا محترف في الدوري السوري. مثل منتخب الشباب بفترة من الفترات. شخص محب للجميع، شخص أخذ موقف طبعا مع أبناء الشعب السوري ضد الظلم والطغيان، والحمد لله رب العالمين أنه هذا الموقف أكيد هو شرف كتير كبير لألي ولأبنائي ولكل أهلي، أنه أنا كنت بصف الحق إن شاء الله. هذا لا يعني أنه كل الناس اللي ضلت طبعا عند بمناطق ما يسمى النظام البائد أنه هني ناس مو منيحة. لا، في ناس منيحة وفي ناس محبة للبلد وحابة أنه فعلا يكون في تغيير حقيقي. كل تحية لكل الناس. طبعا ما بخفي عن الناس أنه أنا ابن قرية اسمها قرية بيانون، قدمت مئات الشهداء. كمان أنا فخور ابن هاي القرية، فخور فيها وبأهلها، وفخور بجيراني ورفقاتي اللي تربوا معي بالحارة. نحكي بشكل بالمسمى نفسه، أنا برجع بقول إنه أنا ابن حارة شعبية، وكل اللي فخر إنه أنا اليوم ممثل لاتحاد كرة القدم السوري. كمسيرة لفراس تيت لاعب كرة القدم، من وين بدأت المسيرة وين انتهت؟ طبعا بلشت بالإحجار بالشارع، بالجولين لما نحط حجرات بالشارع ونلعب فوتبول. درست بفئات نادي الحرية وعانيت كتير وكافحت كتير وتعبت على حالي كتير، لكن لاعب أكيد مداح نفسه كذاب مثل ما بيقولوا. الجمهور أو جمهوري اللي كان شجعني بالأندية اللي أنا مثلتها هو في يقول عني إنه أنا كنت لاعب منيح ولا مو منيح. فأنا كافحت كتير لحتى أكون لاعب مميز في الدوري السوري، والحمد لله رب العالمين في ناس تشهد في هذا الأمر. كونك ابن نادي الحرية ومثلت نادي الحرية بعدة مواسم للفريق الأول وسجلت أهداف حاسمة، ولكن النواعير من يعتبر أن فراس تيت هو أسطورة الفريق وليس الحرية. طبعا أنا درست فئات الحرية ومثلت الفريق الأول بنادي الحرية، وأنا ابن هذا النادي، وأنا فخور طبعا بهذا الشيء أنه أنا من أبناء النادي العربي. طبعا هو نادي العربي قبل ما يكون نادي الحرية. أكيد هو الحرية نادي بتوقع بعمر الثورة كان منبوذ كاسم، كون الشعب السوري نادى بالحرية من 16 أو 17 سنة. فطبعا أنا فخور من أولاء أنه أنا من أبناء نادي الحرية، وطبعا فخور أنه أنا مثلت نادي النواعير. وعلى فكرة أنا الهداف التاريخي في الدوري الممتاز لنادي النواعير، أكثر حدا سجل لنادي النواعير بالدوري الممتاز، وقدمت مواسم كتير حلوة. وأنا كتير بحب هذا النادي وبحب أهل هذا النادي وجمهوره. وبنفس الوقت لعبت لنادي الجيش. طبعا نادي الجيش كان من الأندية المميزة بحكم كان هو نادي مدعوم طبعا كتير ماديا، فيقدر يجيب. أنا جيت كمحترف طبعا على نادي الجيش مش كعسكري. وقف الحظ ضدك كتير وانت لاعب، ما قدرت تتوج ببطولات كانت كتير مهمة، خاصة أنه بعض البطولات وصلت اللقمة للتنفية مثل ما بيقولوا. هلا للأسف أنا لاعب شوي حظي قليل بما يخص موضوع الإصابات الرياضية. كنت أتعرض كتير لإصابات، والحمد لله ما أقبل إلا أكون مميز حتى بعد الإصابة، ولكن عانيت كتير بهذا الموضوع. عادي، كل إنسان له ميات بالأماكن أو له نصيب من أي مكان بيكون هو فيه.
هذا طبيعي، وانا رضيان الحمد لله رب العالمين، طالما انه رب العالمين قسم هذا الشيء فعادي. اكيد في كتير لعيبه ما بتاخذ حظ وما بتقدر تاخذ بطولات، ولكن هي لعيبه مميزه في الملاعب. كابتن فراس، من وين اجت فكره انه تترشح لاتحاد كره القدم، وكيف وصلت الى هرم الاتحاد؟ طبعا انا مثلت اتحاد كره القدم السوري الحر في المناطق المحرره اكثر من مره، وكنت كمان على مستوى العاب الجماعيه بالمديريه بمحافظه ادلب. بعد التحرير جينا طبعا على الاتحاد الرياضي العام، وفيما بعد صار وزاره، وانا كنت كمان بمكان رئيس العاب جماعيه في وزاره الرياضه والشباب. حق طبيعي انه انا كاحد ابناء اللعبه وانا مارست هذا العمل، وانه اذا انا لي فرصه ولي حق في هذا المكان انه انا رشح حالي فليش لا. فانا شفت بنفسي انه انا ممكن ان شاء الله انه روح انا والمجموعه اللي اخترتها طبعا اللي هي موجوده معي باتحاد كره القدم اللي هن الاعضاء، انه ان شاء الله نقدر ناسس اتحاد كره قدم قوي، ناسس بنى تحتيه بما يخص الاتحاد طبعا، وانظمه وقوانين، ويكون في خطط ان شاء الله نروح فيها لبعيد نحن باتحاد كره القدم، ويكون اقوى اتحاد كره قدم بمر بتاريخ سوريا ان شاء الله. ولكن هذا لا يعني انه الاتحاد ينترك وحيد يقاتل لوحده لحتى هو يقدر يطور الكرة السورية. كرة القدم هي مشروع وطني، فالكل لازم يشارك في هذا المشروع لحتى نحن نقدر نطور الكرة السورية. كابتن فراس، ذكرت انه القائمة انت اللي اخترتها، وهذا الشيء بيخفى على ناس كتير وعلى الجمهور السوري والرأي العام. الناس بتعتقد انه القائمة جاءت بناء على توافقات او التزامات او معايير صنفت هاي القائمة لتكون في القائمة الموجود انت فيها. الآن عم تفاجئني انه القائمة انت من قمت باختيارها. طبعا انا مسؤول عن هذا الاختيار اكيد. تماما. كابتن فراس، اليوم اتحاد كرة القدم وين وصل؟ اتحاد كرة القدم موجود وبقوة طبعا بكامل الحيوية والنشاط والخطط اللي هو عم يعاني طبعا من تنفيذ بعض هي الخطط الموجودة او الافكار. نقدر نقول انه الافكار السليمه والصحيحه ان شاء الله لبناء اتحاد كره القدم. الكل بيعرف انه اتحاد كره القدم اجى بوقت جدا صعب، اجى قبل انطلاق الموسم باسبوع او اسبوعين، فهذا شكل عامل ضغط كتير كبير على اتحاد كره القدم بما يخص موضوع الانظمه واللوائح الموجوده لدى اتحاد كره القدم. فكان انه انت تعدل اي شيء كان هذا شيء مستحيل. طبعا عم بحكي بما يخص موضوع الدوري السوري الممتاز اللي أنا عم بشوفه أنه هو يعني دوري جدا قوي بغض النظر عن مقومات اتحاد كرة القدم أو إمكانيات بعض الأندية. طبعا في أندية اليوم عم تنافس طبعا على بطل الدوري، وفي أندية كمان عم تحاول أنه هي تهرب من شبح الهبوط. اتحاد كرة القدم موجود إن شاء الله وعم يطلع كتير لقدام، ولكن في تحديات وفي صعوبات عند اتحاد كرة القدم. في ناس ما بتعرف الصعوبات والتحديات الموجودة. القريب من اتحاد كرة القدم واللي عم بيقعد مع الشباب الموجودين ضمن العمل كان على مستوى الأقسام أو على مستوى الأعضاء بيعرف حجم التحدي لدى اتحاد كرة القدم بما يخص كل الأشياء. أولا مبنى اتحاد كرة القدم اللي هو مبنى منهار تقريبا. طبعا في خطة لإعادة تأهيل المبنى عن طريق الاتحاد الدولي أو عن طريق الأموال اللي هي شبه مجمدة. أكيد أموال اتحاد كرة القدم مو مجمدة لأنه اتحاد كرة القدم عم بيستعمل هاي الأموال، بيستخدم بشكل لوجستي وليس بشكل نقدي. بالضبط. طبعا المدربين الأجانب عم تقطع رواتبهم من الأموال الموجودة لدى اتحاد كرة القدم الدولي فيفا. بنفس الوقت أي شيء أي مشروع عم يتم بنفس السيستم. حتى على مستوى تيكت الطيارة تبع المنتخب لازم الاتحاد الدولي هو يتعامل مع شركات أجنبية ويدفع. طبعا هذا بما يخص مبنى اتحاد كرة القدم اللي هو أكيد مش هم كتير كبير، عم نقدر إن شاء الله نحن نتجاوز، ولكن بصعوبات إنه نحن نتجمع أكثر من موظف بأكثر من غرفة. هذا أمر جدا بسيط جنب تحديات الثانية اللي هو موضوع الدوري السوري الممتاز. عم نشوف نحن البنى التحتية للأسف يعني هي بنى متهالكة، يعني عف عليها الزمن مثل ما بيقولوا بحكم النظام البائد ما اعتنى فيها بالسنوات اللي كان متفرغ طبعا لقتل الشعب السوري. فاليوم وزارة الرياضة والشباب مشكورة عم تحاول طبعا جاهدة أنه تكون المنشآت بشكل حضاري. عم نشوف دوري كتير صعب ودوري كتير قوي، المنافسة كتير شرسة على مستوى اللي كان عن مستوى البطولة أو عن مستوى الهبوط. طبعا من أبرز هاي التحديات موضوع عدم وجود تقنية الفار اللي نحن عم نسعى لها بشكل جدي طبعا، ولكن هذا الموضوع بيحتاج مساعدة من وزارة الرياضة والشباب
وحتى على مستوى الدولي، لأنه الموضوع مكلف نوعا ما. كان عندنا اجتماع مع شركة إسبانية شباب سوريين، وكان في حدا إسباني موجود. اجتمعنا مع وفد بما يخص موضوع تقنية الفار، والمشروع هو جدي ولكن يحتاج دعم وزارة الرياضة والشباب ويحتاج دعم الدولة صراحة، لأنه هو مكلف، يعني تقريبا بين 2,000,000 ممكن يزيد أكثر شوي أو ينقص شوي، ولكن هو مشروع رح يخفف كتير ضغط على اتحاد كرة القدم على مستوى الحكام، حتى على مستوى الأندية وجماهير الأندية، ويخفف من أخطاء الحكام، لأنه حكامنا صراحة عم ينظلموا ببعض الجزئيات. كابتن فراس، ذكرت أنه البنى التحتية متهالكة ومبنى اتحاد كرة القدم متهالك، ولكن واقع الكرة السورية متهالك أكثر من البنى التحتية ومن المنشآت. طبيعي هذا الشيء بحكم السنوات اللي مرت. كان في صراحة ما كان في شغل على مستوى الأندية، وخاصة بما يخص الفئات العمرية. في استثناءات لبعض الأندية اللي نحن عم نشوفها اليوم عم تنافس بشكل كتير كبير على بطولة الدوري، كانت عم تهتم بالفئات العمرية بعيدا عن أحداث الثورة العظيمة. اليوم عم تحصد نتائج هاي الأندية، ومننا نادي أهلي حلب مع احترامي لكل الأندية. عم شوف نحن أغلب اللاعبين عنده هن من أبناء النادي، فطبيعي لما أنا بزرع بشكل منيح إنه أنا أحصد بعد سنوات. فمطلوب كتير إنه الأندية تهتم بالفئات العمرية. نحن سوريا ولادي، خامات الفوتبول موجودة بالآلاف على مستوى سوريا، موجودة بالآلاف. تحتاج كوادر قوية إنه نحن نأهل الطفل بشكل مثالي لحتى مستقبلا نشوف نحن دوري قوي ونشوف منتخبات قوية إن شاء الله. تمام كابتن فراس، بعيدا عن الاتحاد وقبل ما نفتح الملفات الساخنة، كفراستي شو هو مشروعك في كرة القدم السورية؟ وهل هناك رؤية استراتيجية لهذا المشروع؟ طبعا مشروعي بالدرجة الأولى أنه أنا ابني اتحاد كرة قدم وطني. الناس اللي تجي بعد هاي الناس الموجودة حاليا باتحاد كرة القدم تشوف مؤسسة وطنية، مؤسسة على مستوى الدولة، عندها خطط عمل، عندها روزنامات ثابتة، عندها لوائح قوية على مستوى آسيا. حلمي انه انا اشوف هذا الاتحاد بصورة جدا مثالية، عم يطور لعبة كرة القدم من خلال الدوري، من خلال الخطط بما يخص موضوع الفئات العمرية، من خلال وجود تقنية فار، من خلال تعاون طبعا، من خلال علاقات مع الاتحادات طبعا الدولية والآسيوية. حلمي اشوف المنتخب السوري بكأس العالم، او منتخباتنا دائما عم تنافس على مستوى آسيا، وعلى هلا نحن اذا نقول على مستوى العالم بنكون عم نبالغ بهيدي الفترة اكيد. عم نشوف نحن بعض المنتخبات العربية عم تساوي نتائج كان على مستوى آسيا او افريقيا او على مستوى العالم. شفنا المنتخب المغربي قديش هو منتخب متطور. ليش لا؟ طالما نحن عندنا الخامات موجودة بسوريا، فهي تحتاج فكر صحيح اللي كان على مستوى الاتحاد او على مستوى الأندية. تحتاج ضخ فلوس صراحة، يعني نحن دون دعم مالي، دون تخصيص بعض الأندية الكبيرة أو فكرة التخصيص وفكرة دعم الاتحاد كرة القدم لحتى هو يكون اتحاد قوي، اتحاد وطني عم بيمثل اللعبة بشكل حضاري، عم بيطور اللعبة. مستحيل نحن نتطور ونروح لبعيد بكرة القدم. الموضوع يحتاج مشاركة الجميع، ابتداء من وزارة الرياضة والشباب لحتى الدولة، الناس المعنيين بالدولة ودعم هذا الملف، لحتى نحن خلال سنوات نشوف منتخبات قوية ونشوف منشآت حضارية ونشوف دوري قوي عم نشوفه بسوريا على مستوى العرب إن شاء الله. يعني إذا أنا كنت بدي أسألك إيمت ممكن نشوف منتخب سوريا في كأس العالم، فأنت أعطيتني الإجابة بدون ما أسألك هذا السؤال. طب إذا انتقلت معك لسؤال آخر، الكرة السورية لا يخفى على أحد أنه الواقع مرير وجدا بشكل يعني وصل لمرحلة التشاؤم. عملية النهوض بالكرة السورية من قبل اتحاد كرة القدم تعتمدوا حاليا على أشخاص باتحاد كرة القدم في الوضع الحالي سبقوا خاضت التجربة وما قدمت أي نجاح. هلا الأمور ما تنقاس بهذا الشكل طالما أنه نحن حدا مو مهيئ لحتى يكون موجود بالمنافسات الدولية. حكيت أنا يعني الحديث نفسه رح كرر منه جزء. نحن لازم نهتم بالفئات العمرية بشكل كتير كبير على مستوى سوريا، ونحط خطط وبرنامج لحتى نحن نشوف منتخبات قوية مستقبلا. أما الناس اللي كانت عم تشتغل الموجودة سابقا هي ناس عندها خبرات، هي ناس نحن صراحة باتحاد كرة القدم ما بنحسن بلا هي الناس اللي هي يعني هي عندها خبرة صراحة بمجال
هذا العمل، وخاصة موضوع قسم المنتخبات اللي كتير ناس بتلمح له. هذا ملف جدا ضخم. وأنا دائما بقول يعني نحن اليوم نحن بدنا نتقبل بعض، نحترم بعض لحتى نحن نروح لبعيد، نسمع أوجاع بعض وهموم بعض لحتى كمان نزلل الموضوع التحديات. يعني أنا مو معقول أترك قسم لحاله أو أنا أنحاز تجاه شخص ضد آخر. فهذا الموضوع صراحة هو ما ببني سوريا بالشكل المثالي. نحن حكينا، أنا كشخص حكيت دائما أنا إيدي ما بحطها بإيد مجرم قاتل محرض على القتل، مستحيل. أما دون ذلك فباب الاتحاد مفتوح للكل، باب الاتحاد مفتوح بما فيهم أبناء الثورة. مفتوح طبعا أبناء الثورة، قولهم رزاي كمان يعني هذا مين سكر باب الاتحاد؟ تسكر بوجه مين من أبناء الثورة؟ بس كابتن بلسان الشارع ما في موظفين أو أي حدا استعنتوا فيه من أبناء الثورة بعد نجاحكم في الانتخابات. هذا الموضوع أنا بقناعتي هو ما بينقاس بهذا الشكل. طبعا أبناء الثورة على عيني وراسي وتاج راسي، إخواتي كلهم ومن الناس اللي ضحت وهي بتستحق طبعا تكون بالأماكن الأفضل، ولكن كل شيء بوقته مثل ما بقولوا. وأنا كشخص أنا بحتاج إنه أنا يصير عندي خبرة أكثر من هيك لحتى أقدر أدير بشكل مثالي إن شاء الله. أبناء الثورة موجودين بكل مكان بملف كرة القدم، كان على مستوى التنسيق الإعلامي أو على مستوى الإداريين موجودين أو على مستوى الأقسام، فموجودين أبناء الثورة والباب مفتوح للجميع. كابتن فراس، اليوم مين عم يقود الاتحاد؟ هل هم أعضاء الاتحاد أم اللجان؟ طبعا كل حدا هو مختص، في حدا مختص بالمسابقات، في حدا مختص بالتحكيم، فالكل عم يدير بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. ما حدا يعني ما في أي حدا هو عم يتفرد بقرار لحاله، ابتداء من رئيس الاتحاد لأصغر حدا باتحاد كرة القدم. إذا ما فتحنا ملف المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها من الأشبال وحتى المنتخب الأول، لطالما كانت البسمة السورية دائما بالفئات العمرية، بمنتخبات الفئات العمرية، اليوم بلشنا نشهد تراجع سوريا بهذا المجال، وبالمقابل حتى المنتخب الأول ما عم بيلبي الطموح. المنتخبات الوطنية هي مشروع منفصل طبعا عن كل شيء، ولكن هو كمان بنفس الوقت هو متعلق بتطوير كرة القدم السورية. فاليوم صراحة هو في تقصير بملف الفئات العمرية اللي كان على مستوى الأندية أو على مستوى الاتحاد، ولكن دائما هلا بتروح على الأندية ممكن يكون نفس الوجع الموجود عند اتحاد كرة القدم اللي هي موضوع شح الإمكانيات المادية أو المالية. فهذا الموضوع صراحة هو بيحتاج صبر، بيحتاج ناس مختصة في تطوير الفئات العمرية، ناس أجانب، مع احترامي لكل أبناء اللعبة أو لكل مدربين الفئات العمرية بسوريا. نحن بنحتاج ناس صراحة على مستوى عالي جدا. لازم يكون اهتمامنا كاتحاد كرة قدم وكأندية بالفئات العمرية لحتى نحن مستقبلا نشوف نحن منتخبات قوية اللي كان على مستوى الفئات العمرية أو على مستوى المنتخب الأول. ممكن وضع المنتخب الأول نوعا ما أفضل بحكم الهجرة السورية اللي صارت قصرا، طبعا الناس اللي تهجرت، ففي ناس عم تلعب بأندية نوعا ما بالدرجة الممتازة أو أقل درجة. فعم شوف منتخبنا الوطني الأول عم شوف فيه لاعبين مميزين عن لاعبين الدوري المحلي. عم شوف المنتخب بشوف إن الرتم عالي نوعا ما أو طالع لفوق، ولكن أنا بالنسبة لي غير كافي هذا الكلام. لازم نحن كتير نهتم بالفئات العمرية، عم نتأخر شوي أو صراحة للوضع اللي هو فيه الاتحاد. يعني نحن اليوم اتحاد دولي إذا ما وافق لي على كادر أجنبي فأنا ما فيني أغطي الكوادر من ميزانية اتحاد كرة القدم الموجودة، اللي هي طبعا عبارة عن عن مبلغ بسيط ما بيلبي الطموح لحتى أنا أروح جيب كوادر على مستوى عالي للناشئين أو للأولمبي. فممكن نحن نستعين بالخبرات الوطنية من مدربينا، كل الاحترام لهم طبعا، اللي كان على مستوى الأولمبي أو على مستوى الناشئين. هذا الموضوع بيحتاج سنوات لحتى نحن نشوف إن شاء الله منتخبات بشكل حضاري. لازم الكل يتعاون. الموضوع مو متعلق باتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم عليه يحط خطط وينفذها بنفس الوقت، ولكن لا يكفي إنه أنا أفكر وحط خطط وأرسم خطط وأتواصل، لا يكفي أبدا. شو بيعني الكابتن فراس بأنه المنتخبات لا تعني اتحاد كرة القدم؟ لا، ما قلت إنه الاتحادات لا تعني كرة القدم، اختصاصنا
لا مش هيك اكيد. انا بقول لك ليست يعني مو شأن فقط اتحاد كرة القدم، شأن طبعا مشترك. شأن وزارة وشأن دولة تدعم هذا الملف. انا بقول انه انا بحط خطط وبنفذ زي الخطط، ولكن لا يكفي انه انا اقعد افكر انا واعضاء الاتحاد او انا اجيب ناس مختصين. هذا الموضوع كله مكلف. لحتى انا اقول انه انا بدي احط خطط ل5 سنوات او 4 سنوات او حتى 3 سنوات، فالموضوع يحتاج دعم مادي صراحة. طالما نحن مقيدين بما يخص الأموال المتوقفة، ما راح أقول المتجمدة أو الجامدة بالاتحاد الدولي، فنحن صراحة يعني المسير راح يكون نوعا ما بطيء، إلا في حال كان في إن شاء الله دعم من وزارة الرياضة والشباب أو على مستوى الدولي. أنا جاهز إن شاء الله لأي شيء. طبعا في أفكار وفي خطط باتحاد كرة القدم، في خطط لتطوير طبعا المنتخبات الفئات العمرية. ممكن نحن يكون عنا أكاديميات على مستوى عالي جدا، ممكن يكون عنا منتخبات على مستوى المحافظات نحط لهم كوادر على مستوى عالي. ممكن يكون في تنسيق طبعا مع الأندية السورية إنه نحن نهتم بالفئات العمرية أو بكوادر الفئات العمرية. ولكن هذا كله يحتاج صراحة يحتاج مال. المال قليل بسيط باتحاد كرة القدم. هو عم دير اتحاد كرة القدم بدعم بسيط من وزارة الرياضة والشباب، خصصت لي مبلغ بداية الموسم، هو مبلغ بسيط جدا. بنفس الوقت تلفزيون أنا سوريا كمان عم ناخد منه الشيء المتفق عليه، فعم نقدر شوي نمشي ولكن بشكل بطيء. لحتى نمشي بسرعة نحن ونطور هي اللعبة صراحة لازم نصرف عليه كتير. كان لك تصريح سابق ذكرت فيه إنه المبلغ المجمد لدى الفيفا هو 9 مليون ما يقارب. ما يقارب. بالمقابل عم نسمع تصريحات بأنه المبلغ يفوق 11 مليون. هلا أنا صراحة المبلغ قلت لك ما يقارب، هو ممكن يزيد شوي. ممكن ضافوا له المبلغ اللي أخذناه نحن من بطولة العرب هو $2,000,000. ممكن ضاف، ممكن زاد، طلع لهذا الرقم. طبعا في عنا أوراق نحن باتحاد كرة القدم ممكن نطلع عليها ونعطيك الرقم النهائي، أو ممكن نطلب، لأنه نحن كل شهر أو شهرين ممكن ينقص المبلغ. يعني نحن عنا موضوع تيكت طيارة كتير مكلف، موضوع المعسكرات تبع المنتخبات كمان مكلف، فالمبلغ دائما بنزول مو في طلوع. طبعا الأموال المجمدة هي مو مجمدة بمعنى أنه نحن ما عم نقدر نستعملها، لا هي موجودة ونحن عم نقدر نستعمل جزء منها طبعا بما يخص التنسيق مع الاتحاد الدولي ضمن بنود معينة. يعني المصاري أنت مش حرفية كاتحاد كرة قدم سوري. طبعا هي لو المصاري موجودة ممكن يكون العمل أسرع نوعا ما، ولكن بحكم أنه هذا الموضوع سيادي، يعني ما الفلوس ما في تحويل على سوريا فقط. هي المشكلة أنه ما في تحويل عن طريق البنوك الدولية، ما في أي تحويل. فالمصاري هي يعني بحكم الأمانة يعني بالاتحاد الدولي. تحاولوا أنكم تستردوا هاي الأموال أو تحاولوا تجيبوها لسوريا بطريقة أو بأخرى؟ ما في طريقة أو أخرى. الاتحاد الدولي عنده خطوط حمر، ما في قوانين دولية، وهي طبعا العقوبات اللي كانت على سوريا بعد لسه ما نفك كل شيء. يعني موضوع بتوقع على مستوى الدولة ما في أي تحويل عن طريق البنوك. بالعودة للمنتخبات، ذكرت الفئات العمرية وذكرت المنتخب الأول أنه حاليا طرأ عليه تحسين، ولكن الشغل الشاغل لعشاق كرة القدم السورية هو المنتخب الأول دون أدنى شك. اليوم منتخب سوريا الأول بيقوده مدرب هو أساسا مختص بالفئات العمرية وما له مختص بتدريب فريق أول، وما سبق أنه قاد فريق من الصف الأول في أي قارة. هل أنتم راضين عن خوسيلانا؟ وهل أنت بالفعل ذكرت في تصريح سابق بأنه أفضل مدرب جاء إلى سوريا؟ للأمانة أنا أول ما جيت على الوزارة احتكيت مع المدرب وما كان عندي قناعة كافية، لأنه المنتخب بداية التصفيات الآسيوية هو ما ظهر بالشكل اللي نحن شفناه ببطولة العرب. فهو ممكن كان المنتخبات اللي عم يلعب معه بالتصفيات الآسيوية ممكن هي منتخبات يعني أقل درجة طبعا من المنتخب السوري. فلما نحن خضنا بطولة العرب وأنا كلاعب كرة قدم بعيدا عن كرئيس اتحاد أو مشجع لنقول، فأنا شفت شكل للمنتخب السوري ما شفته قبل هيك صراحة. شفت منتخب قوي منظم عرفان شو بده في الملعب. شفت مدرب شخصيته جدا قوية. طبعا انت عم تسأل انه هو مدرب فئات عمرية عادي، هو كان مدرب تحت ال19 تحت ال20 بإسبانيا وحقق نتائج على مستوى أوروبا. فأي مدرب هو بيبلش بالفئات العمرية. ممكن في مدربين ما تروح على الفئات العمرية تروح فورا مباشر على المنتخبات أو تروح على الأندية الكبيرة،
بتوقع هذا مو عيب يعني بأي مدرب. أنا اللي شايفه إنه المدرب شخصيته جدا قوية، ومن من أفضل الشخصيات اللي أنا شفتها. ممكن في ناس ما عندها قناعة، أنا بحترم الكل. كل إنسان عنده رأي بشخص أو بآخر. يعني أنت ممكن تنظر للمدرب بغير نظرة. أنا كلاعب كرة قدم أنا شفت منتخب منظم، منتخب بيبشر بالخير إن شاء الله بآسيا. إن شاء الله بنساوي نتائج ترضي الجماهير السورية ويظهر المنتخب بشكل جدا لائق. ولكن أنا بدي مشروع كاتحاد كرة قدم، أنا بدي مشروع، والمشروع مو المنتخب الأول إنه هو يعني أنت تباشر بالمنتخب الأول. مشروع وطني لحتى أنا أشوف منتخبات، لحتى أشوف منتخبات قوية لازم نحن نهتم جدا بالفئات العمرية ونصرف على الفئات العمرية مثل ما بنصرف على الفريق الأول. فأنت لما أنت بتهتم بالقاعدة من الطبيعي أنت بعد سنوات تحصد نتائج طيبة إن شاء الله. كابتن، دون أدنى شك الرياضة السورية داخليا منهارة بشكل كتير كبير، ولكن على مستوى الفريق الأول نتيجة استعانتنا بلاعبين من خارج سوريا، هن سوريين ولكن هن مغتربين واستفادوا من احتكاكهم بالأندية الأوروبية، لربما الطريق مواتي لأنه نوصل لمرحلة بعيدة. ولكن بسألك اليوم أنا، لو عاد المنتخب بالكأس هل ستتفاجأ؟ نتمنى نحن إن شاء الله أنه المنتخب يروح لأدوار كتير متقدمة. طبعا هذا لا يعني أن نحن نقلل من قيمة اللاعب السوري. لما نحن عم نقول أو اللاعب المحلي اللي بيلعب بالدوري الممتاز، كل احترام طبعا للاعبين الدوري الممتاز. بنفس الوقت نحن كمنتخب عم نستفيد طبعا من هجرة اللاعبين أو الناس اللي هاجرت على أوروبا. عم نشوف نحن اليوم كم كبير من اللاعبين. ممكن لسه ما شفنا أنه هاللاعب اللي عم بيلعب بأفضل المنتخبات أو عفوا بأفضل الأندية باستثناء محمود داود، ممكن إن شاء الله يكون معنا بآسيا. رح نستفيد إن شاء الله نحن من هاي التجربة. رح يكون عنا إن شاء الله دائرة خاصة بمتابعة اللاعبين اللي عم بيلعبوا بأوروبا على كافة طبعا على كافة المستويات أو الفئات. بالمقابل كابتن فراس، وين دور اللاعب المحلي في المنتخب؟ طبعا المنتخبات بشكل عام دائما أبوابها مفتوحة. باب المنتخب لا يغلق بوجه أي لاعب كان على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي أو العربي، اللاعبين الموجودين المغتربين. فالأبواب دائما مفتوحة للاعب المميز. أنا بشوف أنه المدرب ما له أي مصلحة بظلم أي لاعب. ممكن يكون في حدا حس حاله مظلوم أو الشارع أو الجمهور أو حتى أنا يكون عندي قناعة في هذا اللاعب، ولكن بالنهاية أنا أعطي صلاحيات لمدرب المنتخب الأول، وهو بنفس الوقت لا ما بيسمح لنفسه أنه حدا يتدخل. ممكن نضوي له نحن تضوئين، نقول له انه هذا اللاعب لازم تتابعه اكثر من هيك. لاعب عم بيقدم مستوى عالي بالدوري المحلي، لازم انت تشوف هذا اللاعب. ونحن الامانه نحن عم نضوي له على بعض اللاعبين، ولكن مستحيل يفرض حدا اي لاعب على المدرب. مستحيل. كان من اعضاء اتحاد كرة القدم او على كافه المستويات ممنوع حدا يتدخل بخيارات مدرب المنتخب الاول او كافه المدربين اللي عم بيمثلوا المنتخبات. قبل ما انتقل لملف الانديه، ذكرت محمود داود، ليش التركيز كان بس على محمود؟ ما تم دعوة لاعبين بأندية تاني مثل روني، مثل يعني في كتير لاعبين فرضوا أسمائهم بقوة في أندية كبيرة. هلا للأمانة نحن نتمنى أكيد، حاولنا كاتحاد نتواصل مع وكيل أعماله للاعب روني، فما كان في أي تجاوب. حتى على مستوى التواصل مع محمود نحن عم نتواصل مع وكيل أعماله اللي هو خاله، وفي تجاوب إن شاء الله لحتى نحن نقدر نشوف محمود بالأيام جاي عم يمثل منتخبنا الوطني. بالانتقال لملف الأندية، كيف اليوم أنت شايف الأندية السورية؟ طبعا كل احترام لأنديتنا السورية اللي هي عم تعاني مثل ما بيعاني اتحاد كرة القدم، ولكن أنا عم بشوف في عصبية مفرطة من الأندية السورية أو من جماهير الأندية السورية. طبعا هي العصبية أكيد ما رح تأخذنا لأماكن آمنة أبدا. من حق الجماهير تعصب للنادي، تعصب للنتائج، ولكن هذا لا يعني انه نروح باتجاه حالات شغب اللي هي ممكن تساوي لنا مشاكل او هي ممكن تحرم الجمهور او تحرم النادي او تعاقب النادي. كتير نحن في امور عم نشوفها عم تطلع صراحة على الاطار العام. كان موضوع نزول الجماهير او شتم الحكام بشكل متواصل. كل الناس اعراضها غالية ونحن لا نقبل طبعا بشتم اي احد من كوادر اللعبة أو خارج كوادر اللعبة. يعني موضوع هذا الشتم موضوع خط أحمر. يعني أول شيء هو موضوع حرام ومعيب بحق أي إنسان يشتم الآخر أو يصفه أو يتهمه أو يشهر فيه بأشياء هي مش موجودة بالأساس. فحالات العصبية المفرطة
هي حالات صراحة غير مثالية أبدا. هذا لا يعني أنه نحن أنديتنا مو قوية، بالعكس أنا شايف أنه هذا الدوري هو دوري جدا جدا قوي وصعب، صعب على الكل، صعب على اتحاد كرة قدم بقناعتي، وأنا مسؤول عن كلامي، ورح أثبت إن شاء الله خلال السنوات القادمة أنه اتحاد كرة القدم السوري عمل اتحاد وطني إن شاء الله كلياتنا نعتز ونفتخر فيه في أصعب مرحلة بيمر فيها اتحاد كرة قدم على مستوى العالم، مو على مستوى سوريا. هي مرحلة جدا صعبة وتحديات كتير كبيرة، ولكن الاتحاد واقف على رجليه إن شاء الله. طبعا هذا لا يعني أنه أنا برر أي خطأ بيبدر من اتحاد كرة القدم اللي كان على مستوى اللوائح. الأخطاء الموجودة طبعا اللي نحن إن شاء الله كله رح يتعالج، ورح يكون في روزنامة ثابتة بالموسم المقبل رح ترضي الأندية إن شاء الله، ورح يكون في تعاون كتير كبير مع الأندية السورية، لأنه نحن كاتحاد جزء من الأندية السورية، أكيد نحن مو من كوكب آخر، لا نحن اللي وصلنا لهون هي الأندية اللي أعطتنا ثقتها كاتحاد كرة قدم، وإن شاء الله مع الوقت رح هن يعتزوا بهذا الاتحاد، إنه فعلا نحن أعطينا الثقة لناس إن شاء الله تستاهل وتقدر إن شاء الله تبني اتحاد كرة قدم قوي. بالمقابل الأندية السورية بشكل عام، خاصة أندية الدرجة الممتازة، غالبية هاي الأندية بتشعر بأنها هي مظلومة، هي اللي بتشعر أنها هي مظلومة، دائما تتعرض لظلم تحكيمي، سواء كأخطاء بشرية أو سواء روتين الفريق بشكل عام، يظلم عن طريق جمهوره، يظلم عن طريق لاعبينه انخفض مستواهم. ولكن كاتحاد كرة قدم شو قدمتوا للأندية انتم؟ اتحاد كرة القدم هو أكيد هو معني بدعم الأندية بالأمور الفنية والأمور اللي هو قادر أو هي من صلاحيات اتحاد كرة القدم، ولكن اتحاد كرة القدم غير قادر يدعم الأندية ماليا. لأكبر معاناة صراحة للأندية موضوع المالي، أكيد موضوع المالي هو أكبر معاناة للأندية السورية. أضف إلى ذلك موضوع المنشآت الرياضية اللي هو مو اختصاص اتحاد كرة القدم. أما موضوع الأخطاء التحكيمية خلينا نحكي بصراحة، نحن أكيد كل الاحترام والحب لحكامنا السوريين والحكام الواعدين اللي رح نشوفه إن شاء الله خلال سنوات قليلة، نشوف إن شاء الله جيل صاعد بإشراف طبعا لجنة الحكام وبإشراف دائرة الحكام اللي نحن عم نستعين فيها بكوادر أجنبية لحتى نحن نقدر نطور هذا الملف. الأخطاء موجودة أكيد، هي أخطاء بشرية، أخطاء حكامنا هي أخطاء بشرية، ولكن للأسف في أخطاء مؤثرة عم تكون. يعني ممكن في ضربة جزاء أنا كحكم عم باخد قرار بجزء من الثاني ما توضح لي، يعني ما صفرها، أو ممكن صفر جزاء كمان بجزء من الثاني تكون غير صحيحة، ممكن ارفع اوفسايد كمان هو مش اوفسايد، ولكن تكون حالة مؤثرة ممكن يجي منها هدف. فهيدي الأخطاء نحن عم نشوفها على مستوى العالم رغم وجود تقنية الفار، عم نشوف هاي الأخطاء عم تحصل وعم تساوي كوارث نوعا ما ببعض المباريات اللي هي عتكون نهائيات أو عتكون بأدوار متقدمة على مستوى أبطال أوروبا أو على مستوى أفريقيا أو على مستوى ممكن كأس العالم، نشوف أخطاء مؤثرة نوعا ما. فالحكم هو جزء من اللعبة، يعني هو ممكن يخطأ، هو بشر مثل ما أنا كلاعب بكب انفرادي وجمهوري بيسبني، فممكن الحكم يخطأ ويتعرض كمان للأسف يعني لبعض الشتائم اللي إن شاء الله بتمنى من كل قلبي كفرد من أفراد الشعب السوري إنه نحن شوي يعني نطلع لفوق. يعني بموضوع الشتائم هذا موضوع خط أحمر عند رب العالمين، فخلينا نحن نتجاوز هذا الشيء، خلي الاحترام يكون موجود بكل مكان. ما في مشكلة بالنقد، وأنا أول ناس أنا بتحمل النقد، ولكن هو يكون نقد بناء للمصلحة العامة، ما يكون نقد للتشهير أو نقد بالشتم لا سمح الله أو شيء، أو مجرد لحتى أنا أسوي شو إعلامي إنه أنا لازم أحكي 1 2 3، أو حتى لفق كلامي كان على مستوى اتحاد كرة قدم أو مستوى رئيس نادي أو لاعب. لا، خلينا نحن نجتمع كلياتنا لتطوير كرة القدم، وأنا هذا مطلب وإيدي ممدودة للجميع لحتى نحن نشوف اتحاد قوي اليوم. يعني اتحاد كرة القدم أكيد الواقع إن إحنا فيه مو سببه اتحاد كرة قدم، يعني إحنا لو برجع أنا حكيت هذا الحكي، برجع بشيل أنا قلت الاتحاد الإسباني، ممكن نحن نجيب الاتحاد الإنجليزي ونحطه بمبنى اتحاد كرة القدم ويصير عنا دوري إنجليزي؟ أكيد لا. هذا كله بده سنوات، بده تعب، بده شغل على حالنا، نشتغل على حالنا وتندعم كرة القدم صراحة، تندعم منشآتنا. أكيد نحن الدولة ما عم تقصر، وزارة الرياضة والشباب ما عم تقصر ضمن الإمكانيات الموجودة بالدولة. إن شاء الله مستقبلا نشوف إن شاء الله نحن كرة قدم حقيقية قوية، نشوف منتخبات عم تنافس على مستوى العرب ومستوى آسيا إن شاء الله.
إذا ما بقينا في سلك التحكيم، شو هي خططكم لتطوير التحكيم؟ مع العلم أنتم قبل فترة طويلة أعلنتوا عن تعاقدكم مع عصام عبد الفتاح كمستشار تحكيم أو كخبير تحكيم لتطوير الحكام السوريين. اليوم وين وصلتوا في موضوع تطوير الحكام السوريين؟ وهل بالفعل في رؤية استراتيجية لتطوير الحكام أم فقط هي عبارة عن ورشات عمل بدائية من أجل تدارك هذا الموسم؟ أكيد نحن جبنا حدا عالمي، ما جبناه لحتى هو يدير الملف بشكل يومي أو لا أبدا. الكابتن عصام عبد الفتاح إضافة للجنة الحكام اللي عم تتساعد كتير معه، عم يشتغلوا ليل نهار لتطوير هذا الملف. في عنا حكام واعدين عم ينشغل عليهم، في خطط عند الكابتن عصام لحتى إن شاء الله نحن خلال سنوات قليلة نشوف نحن حكام واعدين عم يحكموا في الدوري الممتاز. أضف إلى ذلك الحكام المميزين اللي عم يكونوا في الدوري السوري الممتاز. الملف جدا ضخم جدا قوي، عم نتعاون كتير كاتحاد كرة قدم، عم نتعاون مع بإدارة الملف، وعم نتعاون طبعا مع الكابتن عصام اللي هو حدا عالمي على مستوى العالم وعلى مستوى أفريقيا. أكيد نحن جبناه لحتى نشوف إن شاء الله حكام واعدين مستقبلا، ونشوف الحكام الموجودين كمان عم يتطوروا بشكل لافت. أضف إلى ذلك موضوع تقنية الفار اللي إن شاء الله نحن نقدر إن شاء الله خلال الأشهر القادمة بجهود الجميع، طبعا بجهود وزارة الرياضة والشباب، دولتنا المحترمة تدعم هذا الملف اللي هو يعني صراحة هو ملف جدا جدا ضخم ومهم، لحتى نحن نخفف يعني نخفف من الضغط، نخفف من الأخطاء، أخطاء الحكام، يكون في عندهم مرجعية إنه نحن نقدر نرجع عن الخطأ من خلال التقنية إن شاء الله. ولكن أنا بطلب من الجميع يمد إيده حتى نحن ننجز هذه المهمة إن شاء الله. اللي تعاقدنا معهم مشان يطوروا لنا حكامنا، هل نحن عم ندفع لهم رواتبهم بشكل مستمر أم في تقصير؟ لا طبعا الحكام عم تاخذ إن شاء الله، الناس اللي تعاقدنا معهم عم ياخذوا رواتبهم، ما في أي تقصير إن شاء الله تجاه أي أحد. ممكن يكون في تأخير نوعا ما بدفع المستحقات، ولكن نحن حدا كاتحاد كرة قدم أكيد رح نعطي حقوق الجميع إن شاء الله. تمام كابتن، يعني أنا بسمع كلامك بشعر بأنه اتحاد كرة القدم عبينه بمرحلة نمو رويدا خليني أقول، ولكن نظرة الشارع أو الرأي العام لاتحاد كرة القدم غير هيك تماما. في تشاؤم، في تخبطات، في محسوبيات، هيك بشوف الشارع. ولكن وقت بسمع كلامك بشوف المستقبل وردي. طبعا أنا هذا كلامي أكيد مش تمثيل، كلام نابع من القلب يعني، وشيء أنا عايشه أنا والشباب الموجودين باتحاد كرة القدم، وأي حدا هو قريب من شخص رئيس الاتحاد أو أعضاء الاتحاد أو الأقسام، هو شخص بيعرف إنه هذا الحكي هو حكي حقيقي، أكيد مش مجاملات أو شيء. أنا عم بحكي بكل شفافية، وأنا شخص شفاف مع الجميع، ما بخبي شيء عن أي حدا، ودائما بقول إنه باب الاتحاد مفتوح للناس، حتى اللي عنده فكرة لتطوير كرة القدم يتفضل، نحن بنسمعه، ولكن أكيد ضمن إمكانياتنا. أنت لما تجيني بفكرة راح أشرح لك إمكانياتي، ونعرف إنه نحن خارج نطبق هاي الفكرة أو نخليها مشروع ولا لا. ولكن كابتن فراس، لو سألت عن أي دوري بهذا الكوكب، لو مثلا سألت عن الدوري الألماني بقول لك هو الأكثر متابعة جماهيرية داخل الملاعب. لو سألت عن الدوري المصري بقول لك يشتهر بقمة الزمالك والأهلي. لو سألت عن الدوري الإنجليزي بقول لك أقوى دوري في العالم. لو سألت عن الدوري السوري بقول لك يشتهر بالفساد، يشتهر بالمحسوبيات، ببيع وشراء المباريات. اليوم وين دور اتحاد كرة القدم في مكافحة الفساد؟ وممكن أعرج لها سؤال آخر كمان، نقارن ما بين الاتحادات السابقة والزمن السابق مع زماننا الحالي في موضوع بيع وشراء المباريات تحديدا، والمحسوبيات في العمل والمحابات في العمل بدرجة أقل. طبعا إذا نحن بدنا نقارن بين الدوريات السابقة والاتحادات السابقة أو بين المرحلة اللي أنا فيها حاليا، أنا جيت كموظف على وزارة الرياضة والشباب كمسؤول عن الألعاب الجماعية. طبعا كنت مهتم أو مع اللجنة الاستشارية بالموسم الماضي، وبهذا الموسم كرئيس اتحاد كرة قدم. باعتقادي أنا حالات الفساد هي صفر، إلا إذا أنا مسكت شيء أو حدا جاب لي أي دليل على أي حدا، على أي لا سمح الله حكم على أي نادي، عطى نادي مشان نادي ما يهبط أو نادي ياخد بطل. فأنا ما لمست أي شيء خلال تواجدي كرئيس اتحاد كرة قدم أو تواجدي بالوزارة. ممكن يشاع أو يقال في الشوارع أو بالمجالس
الرياضية، إنه فلان بده يعطي فلان كذا، فلان تعاطف مع كذا، ولكن نحن ما عنا أي شيء باتحاد كرة القدم بهذا الموضوع. ممكن ينوجد، ممكن نلمس شيء، ممكن نحن ما نقول إنه غير ممكن. نتمنى إن شاء الله إنه ما يكون في شيء، إلا إذا حدا عنده أي دليل على أي حدا، على أي حكم لا سمح الله، إنه هو ينحاز بشكل أو بآخر، حتى على مستوى اتحاد كرة القدم، أو ينحاز مثلا لفريق لحتى هو ياخد بطل، أو ينحاز لفريق لحتى هو ما يهبط. فنحن جاهزين إذا في أي حالة، نحن جاهزين للمساءلة. حتى أنا بشوف إن شاء الله مستقبلا إنه هذا الشيء رح يكون مبتور إن شاء الله. كيف تقارن لي الفترة السابقة وقت كنت لاعب من حيث المحسوبيات والفساد والمحابات في العمل، وبين الفترة الحالية اللي أنت فيها رأس الهرم في الاتحاد السوري لكرة القدم؟ طبعا الفساد هو أنواع، مش شرط يكون مالي. يعني لحتى نصل للمالي رح يكون في أسباب لحتى نوصل الشخص لحتى هو يكون شخص فاسد. بدي أتعرج لهي النقطة اللي هي كتير نقطة مهمة. نحن لازم نعطي كل إنسان حقه. أنا كرئيس اتحاد عندي أعضاء اتحاد مفرغين اليوم ما عندهم راتب. أنا كرئيس اتحاد بقدر أصرف فاتورة، أو بقدر أصرف راتب 10,000 أو ب15 أو ب25,000 دولار أو 100,000 دولار للكادر المنتخب الأول. بالمقابل أعضاء اتحاد هاوين ما عندهم أي راتب، ما عندهم أي دخل. فأنا كرئيس اتحاد مهمتي إنه أنا أطلع هاي الجزئيات البسيطة اللي هي ممكن لا سمح الله تتطور لأشياء مو منيحة. فأنا ضروري إنه أعطي الناس حقها. ضروري نحن ما نقمع بعض، ما نحترم بعض كتير لحتى ما نصل لحالات مو منيحة. ضروري إنه أنا أنصف الناس وأعطيها حقها لحتى ما تتركني. يعني الشخص النظيف أقل شيء لما أنت شخص ما بتنصفه تكون أعلى منه سلطة، فهو يعني بكل بساطة بقول لك يعطيك العافية، أنا رايح يشوف حياتي، يشوف أبنائي، يشوف كيف بدي أعيش أبنائي وأولادي. فمو معقول نحن يكون في حدا فوق كتير بكرة القدم ويكون في ناس تحت ما عم تقدر تصرف على عائلتها. فهذا الموضوع موضوع جدا جدا لازم نحن ندقق فيه على كافة المستويات، إنه نحن ننصف الناس وما نصنع وما نساعد الناس لحتى هي تكون فاسدة. فالفساد هو بيبلش بالقمع. لما أنا بدي أقمع أي شخص فأنا بحوله أول شيء لفاسد تجاهي، إنه هو يكون شخص مو منيح معي ويروح يتبع أساليب ملتوية. لا، لازم ننصف بعض، نحترم بعض نحن لحتى نبعد نحن عن حالات الفساد. لازم نعطي حقوق الناس لحتى كمان هي ناس تكون مو فاسدة أبدا. لازم ننظم عملنا، لازم نحترم بعض، لازم نقعد مع بعض كتير ونتحاور لحتى نشوف سوريا إن شاء الله دولة قوية. في الفترات السابقة شاهدنا بعض الحالات الجدلية بالاتحادات السابقة، مثل إيقاف المباراة بشكل نهائي، دخول رئيس اتحاد كرة القدم إلى أرض الملعب. يعني كانت الفوضى عارمة جدا في كرة القدم السورية. اليوم عم نشوف حالة الانضباط في مضمار الملعب بشكل حضاري جدا. هل هذا الشيء له علاقة في اتحاد كرة القدم، أم وزارة الداخلية هي من تقوم بضبط أرجاء الملعب؟ طبعا بحب أتشكر طبعا كل عناصر الأمن اللي عم تتواجد بالملعب لحفظ أمن الملاعب. طبعا هي كمان مطلوب منا شغل لحتى هي تجهز كوادر على مستوى عالي للموسم المقبل. راح يكون إن شاء الله موسم استثنائي من حيث الرزنامة ومن حيث التنظيم إن شاء الله داخل الملعب، وحتى على مستوى المنصات الرئيسية راح يكون في خطط إن شاء الله لحتى يكون دوري قوي العام المقبل إن شاء الله. كابتن فراس، ولكن نظام الدوري عانى من انتقادات كبيرة. ليش ما كان الدوري عبارة عن تجمعات لتوفير مصاريف على الأندية؟ وانت ذكرت انه الأندية فقيرة وما أنا مدخول، وحتى الاتحاد غير قادر انه هو يساعدها ماليا. ليش ما كان في تجمعات وبنهاية بلاي اوف كان أوفر؟ يعني اليوم الأندية إذا كانت الأندية بخير أكيد المنتخب راح يكون بخير. فالأندية ما أنا بخير ونحن ما لنا قادرين ندعمها، ومع ذلك عم نكبذ مصاريف كتير كبيرة من خلال التنقلات والسفر للمحافظات. وانت بتعرف اليوم إذا كان في سفر للنادي فمعناتها السفر راح يكون قبل بيوم، راح يكون في حجز فندقي، راح يكون في وجبات أطعام خلال هاي السفرة. نحن كاتحاد كرة قدم اجتمعنا مع أندية الممتاز قبل انطلاق الدوري. هذا الشيء اللي عم بصير تتحمل نتيجته الأندية اللي هي أصرت على موضوع الذهاب والإياب. فنحن كان من المقترحات إنه نحن يكون مرحلة واحدة بأرض محايدة ويكون في بلاي أوف فيما بعد.
فالأندية صراحة 100% رفضت الأندية اللي كانت موجودة في القاعة. الكل رفض انه هو متكلف لحتى يعني يلعب دوري كامل، يلعب مرحلة ذهاب وإياب. فنحن كاتحاد اكيد نحن ما منبري نفسنا، دائما نحن بنقول نحن جزء من الأندية. كان لازم يكون في صراحة قرار من الاتحاد، ولكن بنفس الوقت قلت لك نحن كنا اتحاد عمره أيام، أكيد ما رح نجي نواجه الأندية ونقول لهم لا رح نلعبكم، لا نحن جبنا الأندية لحتى يكون في تفاهم على المشروع اللي نحن قمنا فيه اللي هو موضوع الدوري أو انطلاق الدوري. فالأندية كانت مصرة أن المراحل تلتعب من ذهاب وإياب، للأسف اللي هي عانت منها كتير، الأندية عانت بتكاليف كتير كبيرة، ونحن كاتحاد أرهقنا صراحة من خلال الدوري وصعوبات الدوري والمشاكل اللي عم تصير بالدوري. ولكن هذا لا يعني انه هو دوري فاشل، لا، انا باعتقادي هو دوري قوي، يعني البطل رح يكون هو بطل بيستحق. هل يحق للجمعية العمومية أن تجتمع مرة أخرى في هذا الموسم؟ لا، نحن مع نهاية الموسم رح تجتمع الجمعية العمومية، بتجتمع بنهاية الموسم، ولكن هي قوانين سابقا صارت هاي الحادثة انه اجتمعوا بالجمعية العمومية سابقا وألغوا قرار الهبوط، ولكن كان ممكن يكون في 10 أندية أو 12 نادي. أما نحن اليوم عندنا 16 نادي وراح يطلع 2 زي ما قلنا نحن ما في هبوط 18 نادي. يا ترى الدوري السوري بيتحمل 18 نادي؟ أنا بشوف إنه كتير صعب، ما بيتحمل، كتير صعب. كابتن فراس، بإجابة مختصرة، الكرة السورية قديش بدها تتعافى؟ الكرة السورية بتتعافى تدريجيا مع الوقت، من خلال مشروع المنشآت، من خلال تطوير المنشآت، من خلال خطط اتحاد كرة القدم، روزنامات ثابتة، تطوير المنتخبات. صراحة كله متعلق بالواقع المحلي. وبنفس الوقت موضوع ملف اللاعبين المغتربين كمان هذا لازم يتابع، ممكن نستفيد منه مستقبلا بشكل كتير كبير. نحن نشوف منتخبات قوية، ولكن لحتى نشوف نحن دوري قوي لازم نشوف منشآت حضارية، ونشوف أندية واقفة على رجليها إن شاء الله بشكل مثالي، وعم تقدر تخرج أجيال إن شاء الله لحتى نحن نشوف دوريات قوية. أنا بشوف خلال 4 أو 5 سنوات الدوري السوري رح يكون من أفضل الدوريات العربية إن شاء الله. الملف الأخير كابتن فراس هو الملف الإعلامي. الملف الإعلامي يمكن من أكثر الملفات المتعبة بالنسبة لكم بالفترة الحالية. لحد الآن اتحاد كرة القدم لا يملك مكتب إعلامي. طبعا هو ملف جدا مهم. الفترة الماضية أنا شفت نوعا ما في تقصير، ممكن يكون تقصير مني أنا كرئيس اتحاد، فأنا بعترف فيه. أما المكتب ما كان فعال بحكم الواقع الصعب، بحكم المبنى الموجود، بحكم الموظفين اللي لازم يكونوا موجودين، بحكم الواقع بشكل عام كرة القدم، أو بحكم الواقع الإعلامي من خلال المختصين طبعا. فهذا الملف الأخ أنس استقال طبعا. نحن حاليا إن شاء الله خلال أيام قليلة جدا راح يكون في إن شاء الله مكتب إعلامي جديد لاتحاد كرة القدم، يكون ناس إن شاء الله ناس أقوياء قادرة إن شاء الله على إدارة الملف بشكل مثالي إن شاء الله. هل الإعلام الرياضي اليوم شريك لاتحاد كرة القدم، أم هو يعني بيسبح بعكس التيار اللي بيريده اتحاد كرة القدم؟ هلا أنا كرئيس اتحاد أو كاتحاد كرة قدم أنا ما عندي أي مشكلة مع أي شخص بحياتي، والإعلام الرياضي هو صراحة هو جزء جدا مهم من إظهار شكل الاتحاد وشكل الدولي، فلا يمنع الانتقاد. دائما أنا بقول لا يمنع الانتقاد من الإعلام الرياضي، وبنفس الوقت أنا ضوي حقيقة هذا الملف، ضوي عن الناس اللي عم تشتغل ليل نهار وبتتعب، وأعطيه حقه طبعا بالإعلام. ما دائما يكون موضوع الهجوم والتفشيل والتحريض والتشهير موجود، إنه يكون الإعلام أخذه سمة إنه أنا دائما لازم هاجم هذا الاتحاد. شو الفائدة إنه أنت دائما تهاجم؟ أوكي، أنا بقول لك إنه أنت ضوي على السلبيات، بنفس الوقت أنا من حقي الضوي على الإيجابيات. معقول اتحاد كرة القدم ما عنده ولا إيجابية؟ كيف ماشي كرة القدم؟ كيف مشى أصعب دوري لحتى هاي اللحظة؟ ما مشى لحاله، أكيد مو بالصدفة، في ناس عم تشتغل وبتتعب وبتتواصل لحتى إن شاء الله يعني توصل الدوري لبر الأمان. عم تتعب تتواصل بموضوع المنتخبات من خلال قسم المنتخبات الموجود لحتى يكون المنتخبات إن شاء الله تظهر بشكل كمان مثالي. فأكيد في جوانب إيجابية باتحاد كرة القدم. فنحن كل احترام طبعا لكل الإعلاميين اللي صراحة لازم يكونوا جزء مهم إن شاء الله من إظهار للرياضة بشكل حضاري.
من إظهار شكل المنتخبات إن شاء الله كمان بشكل حضاري. ونحن دائما نقول إنه نحن دائما إيدنا ممدودة وأبوابنا مفتوحة للكل. كابتن فراس، اليوم نحن وصلنا لمرحلة يعني لازم نقول حاج لحد هون وبس، يعني لازم نحط حجر الأساس ونبدأ بتطوير الكرة السورية. استنفذنا وقت كبير، صح كان الوضع مخربط غير واضح، الرؤية ضبابية، ولكن اليوم وصلنا لمرحلة إنه لازم نحط حجر الأساس ونبدأ بتطوير الكرة السورية. فالرأي العام بيقول لي كيف أنت بدك تبني كرة سورية ومدرب المنتخب الأول غير موجود في دمشق؟ يعني بتقول له سوريا غير آمنة، بيقول لك تميم بن حمد زار سوريا، الرئيس الأوكراني زار سوريا، عدد من الوزراء والرؤساء زاروا سوريا، خسلانا ما بيزور سوريا لأنه سوريا غير آمنة. كيف غير آمنة وهي الدبلوماسيين كلها عم تيجي على سوريا؟ فكيف أنا ممكن برر لهذا الرأي؟ بكل بساطة يعني طريقة العقد خاطئة. العقد موقع من الاتحاد السابق. طبعا العقد توقع بعدم تفصيلات اللي هي تضمن حقوق الاتحاد، ولكن كل الأشياء هي لصالح الكوتش خوسيه. يعني مع ذلك نحن جدا متعاونين ومتفاهمين مع الكوتش. هو وعدنا إن شاء الله بزيارة للأراضي السورية، وإن شاء الله يعني بأقرب وقت راح يتواجد بإذن الله تعالى. ولكن اختصرت إنه طريقة العقد خاطئة، فيها كتير سلبيات. عم نحاول إن شاء الله أو عالجنا بعضها نحن، وفي البعض اللي هي الجزئية اللي ذكرتها حضرتك عدم وجوده في الأراضي السورية. طبعا هذا شيء بالنسبة لنا هو شيء ممنح، وبنفس الوقت هو شخص متابع طبعا للاعبين المغتربين أو للاعبين المحليين للدوري السوري، وعنشوف نحن لاعبين عتمثل المنتخب من الدوري السوري الممتاز. رسالتك الأخيرة كابتن فراس؟ طبعا أنا شخص محب للجميع وإيدي ممدودة للجميع. كرة القدم بحاجة جميع أبناء اللعبة، جميع الخبرات الموجودة بسوريا أو خارج سوريا. ملف كتير ضخم، هو ما بيعني أشخاص معينين، هو بيعني الشعب السوري، بيعني الدولة. فضروري نحن دائما نجتمع ودائما نتحاور لحتى نحن إن شاء الله نصل بالاتحاد السوري لأماكن، أو بالكرة السورية وليس الاتحاد، ولكن نتعاون نحن كأندية، كأبناء لعبة، كمسؤولين على مستوى الدولة، على مستوى الوزارة. نقدر نصل لبعض، نوصل أفكارنا لبعض، نتحاور بتطوير اللعبة. شو دائما ما تكون شخص هجومي علي كاتحاد، تعال اسمع الأوجاع اللي عندي كاتحاد كرة قدم، إذا بتقدر تساعدني أوكي يعطيك العافية، ما بتقدر أقل شيء أنت بتعرف شو عم بيشتغل هذا الاتحاد وقديش حجم التحديات والصعوبات كتير كبير. كل محبة لكل الأندية والجماهير ولكل أبناء لعبة كرة القدم اللي أنا بعتز وبفتخر فيهم كلهم. الصبر على اتحاد كرة القدم اللي هو عمره 7 أشهر، لا يمكن أنه هو يرتقي باللعبة لأماكن كتير بعيدة. فهذا الأمر اتحاد كرة القدم هو جزء من الأراضي السورية، بيحتاج ترميم، بيحتاج قوانين، بيحتاج خطط عمل، بيحتاج دعم، بيحتاج كتير قصص. اتحاد كرة القدم عم يواجه كتير صعوبات. لازم كل الناس تعرف أنه هذا الاتحاد هو جزء من أبناء اللعبة، من أبناء البلد. نحن جزء من الأندية السورية اللي بنعتز ونفتخر فيها، جزء من الجماهير المتعصبة طبعا لأنديتها، وإن شاء الله نشوفها متعصبة للمنتخب، ونشوفها عم تشجع منتخب الوطن بآسيا إن شاء الله بشكل كتير كبير. وإن شاء الله هيك منتخبنا بيساوي نتائج تلبي الطموح بإذن الله تعالى. الصبر على الاتحاد السوري لحتى نشوف اتحاد قوي عم يمثل سوريا بأفضل إن شاء الله طريقة. رح يجي يوم نشوف المنتخب عم يلعب بدمشق؟ في وعود من الاتحاد الدولي إن شاء الله برفع الحظر على المنتخب السوري خلال سنة إنه يرفع الحظر، ولكن بيحتاج إنه نحن نأهل، يعني يكون عندنا ملعب دولي أقل شيء. طبعا في بشارة حلوة كتير بتأهيل ملعب تشرين إن شاء الله عن طريق الاتحاد الآسيوي بأقرب وقت. كل التوفيق لك كابتن فراس، وكل التوفيق للكرة السورية ولاتحاد كرة القدم السوري من أجل النهوض بواقع كرة القدم وإسعاد الجماهير السورية بالأيام القادمة. كل التحية والتقدير لتواجدك معنا. شكرا كتير، يعطيكم العافية، بالتوفيق إن شاء الله. سبورت ويف وبودكاست اليوم كان مع الكابتن فراس، قلبنا من خلاله همومكم ومشاكلكم وأوجاعكم في الكرة السورية والدوري السوري والمنتخب الوطني اللي إن شاء الله نتأمل أنه يظهر بظهور مشرف في آسيا 2027. على أمل اللقاء فيكم ببودكاست جديد إن شاء الله. هذا المعربي يحييكم، دمتم بخير.